السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتحبوا تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وديسلايك لو ما عجبكمش عادي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد رمضان أو عيد الفطر. انا عامله الفيديو ده هيكون فيديو العيد. انا طبعا ليا شويه مختفيه عشان رمضان، وقبل رمضان انتوا عارفين ان انا معايا توأم، فالدنيا مش ظابطه خالص للتصوير. الفيديو ده انا حابه ان انا اعيد عليكم كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب، حبايبكم معاكم. كنت حابه اقول كلمتين، يعني انا من اول ما اجرب العيد وانا حابه اعمل الفيديو ده بصراحه لكل واحده بتعيد، وخصوصا الستات اللي معاهم اطفال، او الستات اللي هي يوم العيد بتقضيه في البيت مثلا او كده. يعني انا بظروف معينه فالعيد ده ما عرفتش ان انا اعمل اجواء العيد كذا، او ان انت تلبسي عبايه او فستان جديد في العيد اللي هي، او عبايه حتى ما بتخرجيش مثلا، ما بتعمليش اللي هي انت حاسه ان العيد ده يوم عادي. لكن لا، انت انا العيد ده كان عندنا ظروف، فاحنا حتى انه عبايه جديده ما لبستهاش بسبب ظروف معينه. فلا انا بقول لاي واحده انه لا، العيد ليه اجواء معينه. حتى يعني الاعياد اللي فاتت كنت بقول نفسي انه ايه فرق العيد من غير الباقي، يعني غير ايام العيد العاديه اللي هو زيه زي اي يوم عادي. يعني ممكن البس عبايه في اي يوم عادي، او فستان في جديد في اي يوم تاني. فاتضح لي ان هو لا لان العيد ده انت مش ما لبستيش، ما عملتيش حاجه خالص. فانت فكره ان انت تلبسي اطفالك الصغيرين او اولادك، ربنا يرزق الجميع بالذريه الصالحه يا رب، انت بتحسيها في الوقت العادي ان دي حاجه عاديه. لكن لما ما تعمليش الاجواء دي انت بتحسي ان نقصك كتير. فانا العيد ده بصراحه ما عملتش الاجواء دي خالص بسبب ظروف معينه. فعشان كده حسيت انه الموضوع لا بيفرق، يعني بيفارق جدا جدا جدا. فانا رسالة مني ليكي، انتي لو حاسة ان لا دي حاجات عادية، اجواء العيد ان انت تلبسين، انت تجيبي مثلا حاجة معينة شبشب او كذا، حتى لو سليبر عادي في رجلك، انت تلبسي عباية عادية، بس اهم حاجة تكون جديدة. دي اجواء حلوة وتعمليها وتحاولي تعمليها طالما هو سامحلك، طالما الدنيا سامحلك كده. لان هي وقت ما انت مش هتعملي كده هتحسي ان في حاجة كتيرة غايبالك ونقصاكي، وانت دي كنت بتعملي حاجة حلوة وقتها وانت بتبقيش حاسة. فانا بصراحة ما كنتش احس ان دي حاجة حلوة، وكنت اقول يعني ايه العيد، او ديني لبست العباية مثلا ساعتين وخلاص الامور، لبست بيجامتي العادية والامور رجعت طبيعية، او لبست عيالي كذا فما فيش حاجة حصلت. بيجوا اهلك مثلا، لا الاجواء دي افرحي بيها، بتحطي اللي هي الضيافة، بتعملي لهم حاجات. فانتي الاجواء دي انا اتحرمت منها العيد ده، فانا حسيتها اني حاجة مفتقداها، وما كنتش حاسة بقيمتها في الاعياد اللي فاتت دي من اول ما اتجوزت اصلا. انت في بيت اهلك بيبقى الوضع مختلف طبعا، لكن لما تكوني مسؤولة بتجيبي عباية العيد، لا بتعيدي بيجامة العيد، مش عارفة ايه، في اجواء ضيافة، في مش عارفة هتجهزي حالك، لا انا هعمل ايه، ومثلا بتعملي حلويات، بتعملي كذا. فالاجواء دي حلوة، واللي سمح له الفرصة ان هو يعمل الاجواء دي يستمتع بيها يعني ويعملها. لازم كل عيد يكون ليكي عبايتك، يكون ليكي فستانك مثلا هتعيدي بيه، يكون سليبر، يكون تعملي شعرك، مش عارفة ايه اللي هي لازم يكون ليكي اجواء معينة في العيد. اجواء دي انا حسيتها بسيطة، لكن لما ما عملتهاش لا، اللي هو الموضوع اثر في نفسيتي جدا جدا جدا. فربنا يعود عليكم بايام خير يا رب، يهنيكم، وتحاولي تنتهزي اي فرصة للسعادة، وان انتي تعملي اجواءك وتعيشي حياتك. اني يعني الحاجات دي مش مضمونة، كل ما تكونلك فرصة ان انت تفرحي فيها في العموم، حتى لو مش في عيد او مناسبة عيد ميلاد مثلا اولادك او كذا، او عيد جوازك انت وشريك حياتك لا احتفلي بيه. لازم يكون لك حاجة يعني مش عارفة افهمها لكم ازاي، اوصل لكم احساس اللي انا حسيت بيه، بس لازم يكون ليكي تعملي حاجة مختلفة في اليوم ده، لاني مش عارفة ايه اللي هيحصل السنة الجاية او العيد اللي بعده، او مثلا إيه يعني هل هتقدري تعملي الحاجات دي ولا لا. فاهمة؟ يا ريت احساس يكون واصلكم. ربنا ما يحرمنيش منكم، ويعود عليكم الايام بخير، ويجعل ايامنا كلها اعياد وفرحة. آه، بس كده، ويخلي لكم كل حبايبكم، ما يحرمكمش من اي حبيب، ولا يذوقكم طعم الفراق. بس كده. فانا حبيت اعيد عليكم في الفيديو ده، واقول لكم ان انا راجعه قريبا ان شاء الله باذن الله.
وهبدأ اصور فيديوهات حلوة وافكار جديدة لان انا عارفة ان انتم مليتوا من موضوع الحمل والحقن والكلام ده كله، فان شاء الله في شوية افكار كده هعملها. يا ريت لو عندكم اي افكار تكتبوها لي في التعليقات وتعيدوا عليا في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.